المشتبكة بهذه الدراسة الميدانية حول التوحد بالمغرب، وذلك بتنسيق مع المنظمة العالمية إكس وبالتعاون كذلك مع منظمة الصحة العالمية. نحن الآن بمدينة مكناس لإجراء مقابلات مع الأسر يقوم بها مجموعة من الباحثين الأمريكيين مع أسر الأطفال التوحديين لاستسقاء والتقاء المعلومات الخاصة بالتوحديين وبالمعاناة التي تعرفها هذه الأسر، وكذلك ما ينقصهم وما هم في حاجة إليه. هذه المعلومات يتم استغلالها في إطار التعاون الذي القائم بين المنظمات المذكورة بحثا عن إمكانية مساعدة هذه الأسر، وكذلك التعاون مع وزارة الصحة لإدماج هذه الفئة في الوسط المجتمعي، وكذلك مع وزارة التربية الوطنية في إدماجهم في الوسط المدرسي. المعلومات التي تتضمن مجموعة متعلقة بما هو متعلق بالأسرة وبالصحة وبالتعليم وبالفاعل الجمعوي، والفاعلين الجمعويين هم الذين يستضيفون الآن في مدينة مكناس. وكان قد سبق لنا أن قمنا في الأسبوع الماضي بمقابلات مع مجموعة من الأسر ما يفوق 18 أسرة. اليوم نفس العدد أو ما يزيد، ويشرف اليوم على هذه العملية البروفيسور عبد السلام الإدريسي. اسم تاني؟ جماعة خلفوني. حنايا أسرة مكونة من 5 ديال الأبناء، 3 منهم غاديين كيعانيو من مشاكل ديال التوحد، وهذا الشيء كيخلق لنا مشاكل في الأسرة، يعني منها كيأثر لنا على كيخلق مشكل ما بين الوالدين، وكيؤدي يعني من الناحية ديال المادية معنوية، يعني ما بحال يعني هما بحال باغيين يوفروا لهم ولكن ما قادينش بالنسبه يعني مشاكل ماديه هي اللي كتعانيو منها. مشاكل ماديه وما كرهتوش هاد الاخوه ديالكم انهم يلتحقوا بالمدارس؟ ما كرهناش انهم ينسجموا مع الناس، يكون عندهم مدارس ديالهم خاصه، يعني يتعلموا يخرجوا من هذا الشيء اللي فيهم، حيت 3 راه ماشي يعني شي حاجه سهله، يعني 3 راه 3 في الدار شي حاجه يعني صعيبه، بالخصوص ان الام ديالي كتعاني بزاف يعني بالنسبه ليهم. واخا يعني انا كنعاونها ولكن ما غاديش نقدر نقدم لهم داكشي كامل اللي غادي تقدم لهم الام ديالي من ناحيه ديال بزاف د الحوايج. واخا هما راه انهم صعيب حقاش كينوضوا يعني ملي كينوضوا كيغوتوا هذا، يعني خصك تكون عندك واحد الصبر قوي، يعني باش يعني خصك باش تحمل داكشي، حيت راه صعيب بزاف انك يعني تكفل بثلاثة. واخا يعني الحمد لله يعني خوتك راه واخا هكاك تهزهم شحال ما كان، ولكن يعني صعيب يعني مع المده، ماشي دابا راه انت معاهم يعني، والوالدين كيكبروا. يعني انا اللي بقيت في الدار لانني كنقابل مع الوالده، ولكن الوالد هو يعني ما غاديش يقدر، هو مريض بحال هكا يديها في مرضو، والوالده راه حتى هي ولات تتعيا وما بقاش يعني كتقدر، وخوتي كيكبروا وكتزيد عاد المشاكل كتكثر، المشاكل ما بين الاب والام، يعني بزاف د الحوايج. ما كتاخذوا حتى اعانات؟ ما كتعاونكمش الدوله؟ يعني ما عمرها عاوناتنا شي جمعيه، لا جمعيه ولا جمعيه لا دوله لا حتى شي حاجه، يعني مازال يعني ماشي يعني كتحاول، ولكن مازال ما شفنا والو، ما شفنا حتى شي حاجه من عطاتنا الدوله. اليوم جيتوا حضرتوا مع الشبكه؟ اليوم حضرنا لهاد الشبكه ديال مكافآت، شبكه كفاءات مغربيه امريكيه اللي فتحت لنا ابواب ديالها، يعني عطاتنا بزاف د الحوايج، يعني قالت بزاف د الحوايج، وكنتمناو هذا الشيء اللي قالت يعني يكون يعني في الواقع يطبق، يعني هذا الشيء بغينا يعني حقيقه. واخا يعني
يعني متاكدين غادي يكون شي حاجه، ولكن يعني ما غادي تاكد حتى غادي تكون على ارض الواقع، على ارض الواقع. وكنتمناو يعني هذا الشيء ما يبقاش. وزعما خوتي يعني بغيت نشوفهم بواحد بشي حاجه يعني مننا نقدم شي حاجه مزيانه. وشكرا.